حادثة ضرب الحكم السهيل في مباراة الجهرة من قبل يوسف كريم. الشارع الرياضي التهب، تويتر شعلل، يا عيني على كم المثالية اللي في الكويت. الله الله، وهم يتحدثون عن الأخلاقيات ويجب هذا ولا يجب. ما شفت ملعون خير طلع وقال يعني خل نقدم الله في الموضوع سبحانه وتعالى، خل نفرض أو نفترض حسن النوايا في الموضوع. أنا أتكلم عن يوسف كريم، أقسم بالله ما شفته ولا مرة، ما أعرفه، بس أعرف أن ابن شخص فذ أخلاقيا، وهو المرحوم العم كريم سلمان، ورياضي، رياضي أصيل في الرياضة الكويتية في سابق عهده. وأعرف أن ربى يوسف صح، وأعرف أن يوسف تلقى علوم الأخلاق من مدرسة أبوه. فما حدث في الملعب من يوسف، وهو مش تبرير، 100% يوسف كان يعاني ذاك اليوم من شيء، قد يكون في البيت، يمكن في بيته في محيط أسرته، ويمكن في ديوانيته، ويمكن في دوامه، فانعكس وفقد يوسف اتزانه ذاك اليوم. ويعز علي اني اشوف اخوي يوسف في هذه الحاله. الضحيه حكم، تقول لي طيب الحكم هذا عنده اولاد وبنات والناس بتشوفه ووضعه مو زين. انا اقول حق الحكم، علي بن ابي طالب يقول ولكاد العفيف ان يكون ملكا من الملائكه، واعلى درجات الكرم ان تعفو عن الاخرين عند مقدرتك. تبي تروح المحكمة تودي يوسف كيفك، هذا حقك الأصيل اللي لا ينازعك عليه أحد. تبي الإيقاف والدمرة والاتحاد ياخذ حقك، ولا قلت لك ما حد يسولف وياك فيها يا حكمنا العزيز. ولكن كرامة أن تعفو، وكرامة أن تعود المياه إلى مجاريها بينك وبينه بأي طريقة، هي الكرامة الحقيقية اللي تكتسبها دون الحاجة إلى قوة القانون. فأنا أقول حق فهد سهيل أخوي العزيز، هذه رسالتي لك، وأقول حق يوسف كريم الله يفك عوقك، وعسى يعني اللي استفزك أو اللي وصلك لهذه المرحلة ما يحوشك مرة ثانية، لأنه يعز علي أشوفك في هذا الموقف. نروح حق نادي كاظمة. نادي كاظمة فاز على القادسية 4-3 4-2 اللي هو 4-3. ففي لاعب من اللاعبين سوى حركة مو زينة وحطها في السوشيال ميديا وهاجت الناس وما جت. نادي كاظمة يستحق في هذه اللحظة أني أرفع له العقال، بس ما أقدر أرفع عقالي الحالي هذا، ولي أسبابي الشخصية فيه. لكن هي كلمة أنا أقولها يعني على العلن ليوسف واسكندر، أنت مربي فاضل في وزارة التربية، وأثبت بما لا يدع مجال للشك أنك مربي فاضل في نادي كاظمة عندما اتخذت هذه العقوبة بهذه السرعة لتفويت الفرصة على كل متصيد ضد نادي كاظمة أو ضد اللاعب الذي جاوز المعقول. هذه حركة يسوونها كلهم من وراء الكاميرا بدون الكاميرا، بس قدام الكاميرا قلت لك الكل يصير افلاطون، وش اسوي؟ هذا مجتمعك. لكن يوسف بوسكندر شكرا جزيلا بحجم السماء لهذا التفاعل. شكرا لنادي كاظمة. يصر نادي كاظمة في هذا الموقف أن يؤكد أنه هو مدرسة لتربية الناس وتعليمهم أصول الرياضة. في عندهم عاد إداري، كان إداري عندهم وطلع من الإدارة اللي هو صالح العنيزي، وأخذ فلوس وقطها، سوى شيء هم بالسوشيال ميديا. يعني أنا ما أعرف صالح، بس أعرف أنه هو ضابط في الداخلية. يعني أنا أعتقد عقوبته من النادي أو الاتحاد ما أدري شلون يصيغونها، ما أدري شنو لوائحهم، لكن أنا أدعو صالح بنفس اللي دعيت فيه حق يوسف كريم وحق فهد السهيل وحق اللاعب اللي أخطأ، والشكر لنادي كاظمة. يعني ما ودي أتزايغل وأقول والله وزارة الداخلية لازم تأخذ إجراءها، لكن ركدوا، خلنا نرتقي شوي، يعني خل نراجع أفعالنا، لا نصير انفعاليين. أنا ترى أكبر انفعالي في الإعلام، وترى بعد 10 دقائق يمكن غلطة هالكبر، بس أحاول
العشر دقائق خليتها 20 دقيقة. فصالح العنيزي بيقول حبيبي